بعد وفاة أحمد رفعت اتفتح موضوع مين وراء رحيل أحمد في قصة أغرب من الخيال لكنها ذكرت في القرآن الكريم. تعال نحكي لك القصة ونحكي لك تورط أحمد شوبير في الموضوع. القصة اللي ذكرت في القرآن إن أحد الأشخاص اتقتلوا والناس اللي قتلته أنكرت ده، فربنا قام بإحيائه عشان يعترف على القاتل وبعدين يرجع للموت مرة تانية، ومنها يرد على إنكارهم للإحياء والبعث. نفس القصة حصلت مع الراحل أحمد رفعت مع اختلاف الكيفية. سقط على الأرض، توقف قلبه لمدة ساعتين، شبه انتهى تماما، ولكن برعاية من الله رجع للحياة مرة تانية بعد 3 أسابيع كاملة عشان يرجع ويشاور على سبب أزمته ويسلم على أهله ويطمن ويواسي والدته للمرة الأخيرة. ولكن سبحان الله ظهور أحمد مع إبراهيم فايق ما كانش في حسبان فريق البرنامج ولا إبراهيم فايق، لكن نادر شوقي وكيل أعماله طلب من إبراهيم إنه يستضيف أحمد عشان يدعمه نفسيا وإنه يتكلم للناس من غير حسابات، وربنا يشاء إن أحمد يقول كلمتين بس ويحطهم في رقبة نادر شوقي وهيثم عرابي والدكتور ويفضح إعلامي كبير طلع على الهوا وأحمد بين الحياة والموت في المستشفى، ويقول إن السبب تعاطي أحمد للمنشطات وزور ليه تحليل مضروب. منها ولعبنا أحمد رفعت. أنا الحقيقة عندي مفاجأة النهاردة وأنا مستغربها، لأنه إحنا بقالنا كام سنة كده دخلنا في موضوع الكشف المفاجئ عن المنشطات. طب ليه شوبير عمل كده؟ تعال احكي لك القصة. شوبير كان وقتها نائب رئيس نادي فيوتشر، وكان أحمد جاله عرض من الزمالك وأحمد مصر عليه، قال له مش هتروح الزمالك يا أحمد، وكان في نفس الوقت ده في عرض من الوحدة الإماراتي. راح أحمد موافق على عرض الوحدة لأنه ما كانش لسه عمل فلوس من الكورة لحد اللحظة دي، وشوبير وعد أحمد إنه بعد البطولة العربية هيوافق على انتقاله للزمالك. ولما أحمد تألق شوبير رفض برضه رحيله عن الزمالك وقال له روح الأهلي يا أحمد، لكن أحمد رفض وراح موافق على عرض الوحدة الإماراتي. راحوا متفقين مع مسؤول في نادي طلائع الجيش انهم يسلموا احمد ليهم عشان يبطلوه كوره، وحصل القصه اللي كلنا عارفينها، واتحبس احمد لمده 6 شهور وكان في ملعب الجيش بيتمرن لوحده خلال الفتره دي. وطلع شوبير في تصريحات غير مباشره ان احد اللاعبين بيتعاطى منشطات في نادي فيوتشر في الوقت اللي اختفى فيه احمد، ولكن ما ذكرش اسمه. احمد رجع ولعب وسقط على الارض، رجع شوبير قال ان السبب ان احمد بيتعاطى المنشطات وعرض ليه على الهوا تحليل مزور. ولما طلع اخبار عن تعاطي رمضان صبحي منشطات راح شوبير طلع ينصح اي لاعب بالابتعاد عن المنشطات عشان ما يكونش مصيره نفس مصير احد اللاعبين، في اشاره منه يعني لاحمد رفعت. تخيل معايا ان ربنا كان اراد ان احمد يتوفى في المره الاولى، كانت الناس كلها تفتكر انها بسبب المنشطات، بسبب انعدام الضمير والمهنيه، وكانوا هيبعدونا خالص عن السبب الاول عشان ربنا يرجعه للحياه مره تانية انجاز التعبير، عشان يشاور بس على السبب، وعشان يودع اهله واحبابه، وعشان يعرف الناس كلها الحقيقه، والناس كلها تعرف جشع المسؤولين في الكرة المصرية. وفي النهاية عاوزك تتدبر معايا الآية ديت واربطها بالأحداث الأخيرة. إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.